استشهد اليوم شقيقي أحمد الظبياني في جبهات المقاومة الشعبية في مأرب، حيث ارتقى أحمد الظبياني أثناء مشاركته مع أفراد المقاومة الشعبية في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية على أطراف مأرب رفقة رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني المسنودين من قوات التحالف العربي. قناة سهيل الفضائية إدارة وموظفين تتقدم بخالص التعازي القلبية لكافة أسرة وكل أسر شهداء المقاومة الشعبية والجيش الوطني، متمنية من الله العلي القدير أن يعصم قلوب أهالي الشهداء بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وكانت آخر رسالة صوتية بعث بها شقيقي أحمد الظبياني قبل استشهاده، وهي مليئة بالأمل والثقة والنصر. يا مرحبا يا محمد، جمعة مباركة، كل عام وانت بخير، والشباب هنا يسلمون عليك ويبلغوك سلامهم. والله الجبهة في انتصارات قادمة إن شاء الله مع بضع أيام وإن احنا في صنعاء بإذن الله. الحوثي الآن بيسلم السلاح. أمس استلمنا عربة BMP ودبابة، سلموا يعني جو الحوثيين سلموهن، قالوا احنا مسلمين راجعين غير بابا، وإن شاء الله إن احنا يعني أسبوع بالكثير وإحنا في صنعاء. رحم الله الشهيد أحمد شقيقي وكل شهداء المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها.